هنأ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يوم الجمعة البطلة الأولمبية الجزائرية إيمان خليف بعد فوزها بذهبية وزن 66 كيلوغراما في الملاكمة. قبل الولوج في التفاصيل، ألف مبروك لأختنا إيمان خليف الميدالية الذهبية. من يتفق معي أن هذه الميدالية الذهبية في الملاكمة ستبقى خالدة وأسطورية على مر التاريخ؟ يترك تعليق. شاهد معنا بعض من الفرحة الكبيرة للجماهير الجزائرية في قلب باريس احتفالا بالميدالية الذهبية. وقال تبون في منشور على حسابه في إكس: كلنا فخر واعتزاز بك أيتها البطلة الأولمبية إيمان. انتصارك اليوم هو انتصار الجزائر، وذهبك ذهب الجزائر. شكرا لك إيمان خليف. وفازت خليف الحائزة على الميدالية الفضية في بطولة العالم 2022 في النزال النهائي على الصينية يانغ ليو. وقالت خليف في مقابله: أشكر الله لأني أحلم بالميدالية الأولمبية منذ 8 سنوات. تعلمون العناء والحملة التي تعرضت لها، والحمد لله العناء والتعب توج بالذهبية التي أهديها للشعب الجزائري والعربي، خاصة بعد العدد الكبير من الرسائل التي تلقيتها من كل أنحاء العالم وكذلك الدول العربية، وأهديهم هذه الميدالية بعد حملة الشرسة التي تعرضت لها والتي كان ردي عليها دائما في لحلبت. وأضافت: الدورة الأولمبية محفل كبير وفيه مستويات مرتفعة من كافة أنحاء العالم، لذلك كانت الحرب من كافة الاتجاهات، لكنها زادت من عزيمتي وتصميمي على تحقيق الحلم. أتوجه بالشكر لفريقي المعاون، خاصة المدرب الكوبي الأمريكي بيدرو دياز.